احنا عادة بنشوف بشكل عام ان العربيات اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية بتشتغل بالبنزين والإيثانول، لكن لما بنتكلم عن الشاحنات والآلات الثقيلة الديزل بيبقى هو الأوضح. بس ليه بنستخدم الديزل في الآلات الثقيلة؟ ازيكم يا عشاق الهندسة؟ النهاردة هنكشف سر يمكن تكون سألت نفسك عنه قبل كده لما شفت حفارة عملاقة شغال أو جرار بيقطع في الأرض. ليه الآلات الضخمة دي اللي بتحرك جبال وبتغير شكل الأرض دايما تقريبا بتستخدم الديزل كوقود؟ الموضوع مش صدفة، والإجابة بتجمع بين الفيزياء والكيمياء والهندسة. بس في الآخر إيه هو الديزل وإيه أهم مميزاته؟ que o tornam tão especial. الديزل المعروف كمان بالسولار هو نوع من الوقود الأحفوري اللي بيستخرج من البترول الخام زي البنزين بالظبط، لكن هو بيمر بعملية تكرير مختلفة، وده بيخليه يطلع بتركيبة كيميائية مختلفة شوية. واحدة من أهم مميزاته هي كثافته. السولار أكتر كثافة من البنزين، وده معناه إنه لنفس الحجم فيه كتلة أكتر وكمان كثافة طاقة أعلى، وده واحد من الأعمدة اللي بتخليه مفضل في الاستخدامات الشاقة. كمان السولار عنده نقطة وميض أعلى، وده بيخليه أقل تطاير وفي ظروف معينة أكتر أمان في التعامل والتخزين من البنزين. بس ازاي الفرق ده في كثافة الطاقة بين السولار والبنزين بيترجم لميزة للمكانات التقيلة؟ تخيل انك محتاج تشيل شنطة تقيلة جدا، هتحتاج تاكل كويس عشان تقدر تشيلها. طيب لو معاك ساندويتش صغير او طبق اكل كامل، انهي فيهم هيديك طاقة اكتر عشان تقدر تعمل المهمة دي؟ لو قلت طبق الاكل يبقى اجابتك صح. الموضوع شبه كده بالظبط مع الوقود. عشان الديزل أكتر كثافة، فاللتر الواحد منه فيه تقريبا من 10 ل 15% طاقة أكتر من لتر البنزين. ده معناه إن علشان يعمل نفس كمية الشغل موتور الديزل محتاج يحرق كمية أقل من الوقود. بالنسبة للمكانات اللي بتشتغل لساعات طويلة وبتنقل حمولات ضخمة أو بتحفر أطنان من التراب، الكفاءة دي في استهلاك الطاقة بتكون عامل حاسم وبتأثر بشكل مباشر على مدى التشغيل وتكاليف التشغيل. ده زي ما يكون عندك تانك وقود بيخليك تمشي كيلومترات أكتر أو تشتغل ساعات أكتر بنفس كمية الوقود. دلوقتي في نقطة تانية مهمة جدا وهي العزم. وللماكينات التقيلة دي العزم عند عدد لفات منخفض بيكون أساسي للأداء. وإزاي الديزل بيتفوق في النقطة دي؟ العزم هو قوة الالتواء، يعني قدرة الموتور على تدوير حاجة أو إنه يطبق قوة دوران. في الماكينات التقيلة زي الجرارات أو الحفارات أو الأوناش اللي يهم مش السرعة النهائية لكن القدرة على التحريك أو رفع أحمال ضخمة من وضع السكون أو على سرعات قليلة جدا. محركات الديزل مصممة علشان تولد عزم دوران أعلى على عدد لفات أقل للموتور، يعني من غير ما تعلي صوتها أو تدوس بنزين جامد. ده أساسي علشان تقدر تتحرك بحمولة تقيلة أو تطلع مطلع حاد بعربية نقل محملة أو تحفر حفرة عميقة. القدرة على توصيل القوة الكبيرة دي بشكل فوري وبنفس الكفاءة تقريباً من غير ما يحتاج الموتور يشتغل على سرعات عالية، وده واحد من أكبر مميزات الديزل وسبب رئيسي لاختياره. بس هل الكفاءة الأعلى والعزم الأكبر دول فعلا بيترجموا لتوفير في استهلاك الوقود والتشغيل في الحياة اليومية؟ أكيد طبعاً. الجمع بين الكثافة الطاقية الأعلى للديزل وقدرة محركات الديزل على توليد عزم عالي عند عدد لفات منخفض بيؤدي إلى كفاءة أعلى في استهلاك الوقود خصوصاً تحت الحمل، في حين أن موتور البنزين ممكن يحتاج يلف بسرعة أعلى عشان يوصل لأقصى قوة ليه، وده بيخليه يستهلك وقود أكتر. في العملية دي موتور الديزل بيدي القوة المطلوبة بشكل أريح وأوفر في استهلاك الوقود.
بالنسبة للشركات اللي بتشغل أساطيل من المعدات التقيلة واللي استهلاك الوقود فيها بيشكل جزء كبير جدا من تكاليف التشغيل، الكفاءة دي بتترجم لتوفير كبير مع الوقت. عدد مرات التوقف للتزود بالوقود أقل، والاستفادة من كل لتر وقود بتكون أحسن، وده معناه إنتاجية أعلى وتكلفة أقل لكل ساعة شغل. هو ترى فعلا محركات الديزل أكتر متانة وقوة من محركات البنزين؟ في ناس بتقول إن محركات الديزل بتعيش طول عمر العربية، والحقيقة فعلا كده، ودي واحدة من أكبر الحقائق عنهم. محركات الديزل معمولة عشان تتحمل ظروف شغل أصعب بكتير. هي بتشتغل بنسب انضغاط أعلى من محركات البنزين، وده بيحتاج مكونات أقوى وأتقل زي بلوك موتور أسمك، عمود كرنك أقوى، وبيلات أمتن. البنية دي اللي معمولة عشان تعيش بتخلي محركات الديزل عمرها الافتراضي أطول غالبا، وبتحتاج صيانة أقل طول عمرها حتى لو كانت شغالة باستمرار وبشدة. طيب فين ممكن نشوف التفوق ده لمحركات الديزل في حياتنا اليومية؟ الأمثلة كتير جدا وموجودة في كل مكان. فكر في الحفارات العملاقة اللي بتشكل الأرض في مواقع البناء، وفي الجرارات اللي بتحضر الأرض للزراعة والحصاد، وفي الأوناش اللي بترفع الهياكل لعشرات الأمتار في الجو، وفي شاحنات النقل اللي بتنقل البضائع في كل أنحاء البلد، وفي الأتوبيسات اللي بتوصلنا الشغل، وحتى في مولدات الكهرباء اللي تضمن توفير الطاقة في الأماكن البعيدة أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي. في كل الحالات دي الحاجة للقوة الشديدة والمتانة والكفاءة في الأحمال التقيلة بتخلي موتور الديزل هو الاختيار الواضح. ده موتور بيحرك الاقتصاد والبناء والزراعة، وبيعتبر العمود الفقري لكتير من الصناعات. وإيه اللي بيخلي الديزل موثوق فيه قوي في العمليات المستمرة وتحت الأحمال التقيلة جدا؟ الموثوقية عامل أساسي في أي عملية صناعية أو إنشاءات. الماكينة اللي بتقف معناها خسارة. محركات الديزل مصممة إنها تشتغل لفترات طويلة، وغالباً 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع من غير أعطال. تصميمها القوي مع قدرتها على الحفاظ على أداء ثابت تحت أقصى حمل بيخليها مثالية للأماكن اللي ما ينفعش فيها التوقف، سواء في منجم أو في ميناء مزدحم أو في مزرعة. قدرة محرك الديزل على الشغل المستمر وتقديم القوة المطلوبة ملهاش تمن. هم فعلا خيول شغل حقيقية متصممين عشان يتحملوا الشغل الشاق ويكملوا شغل في الوقت اللي باقي المحركات كانت هتستسلم فيه. بس يا ترى هل الديزل فيه مميزات بس؟ ولا فيه تحديات وعيوب لازم ناخدها في الاعتبار؟ أكيد فيه. مفيش تكنولوجيا كاملة، والديزل ليه نقاط ضعف. تاريخيا المحركات الديزل معروفة انها اعلى في الصوت وكمان بتطلع عوادم اكتر، وده كان دايما مصدر قلق كبير بسبب التلوث. محركات الديزل غالبا بتطلع اكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية اكتر من محركات البنزين، بس الهندسة الحديثة حققت تطورات عشان تقلل المشاكل دي. تكنولوجيات زي فلاتر جزيئات الديزل وأنظمة الاختزال التحفيزي الانتقائي اللي بتستخدم أرلا 32 وحقن الوقود. Eletrônica de alta pressão tem قللت الانبعاثات بشكل كبير وخلت محركات الديزل الحالية أنظف وأكفأ بكتير من الأجيال اللي فاتت. وبرغم كده تكلفة محرك الديزل في البداية غالبا بتكون أعلى، والصيانة حتى لو مش بتتعمل كتير ممكن تكون أغلى لما بتحتاج تتعمل. ده غير كمان البيوديزل اللي بيحطوه في الديزل بتاعنا. هنا في البرازيل، وانا كنت عملت فيديو قبل كده على القناة وكنت لطيف جدا فيه وقلت قد ايه هو فعلا حاجة سيئة جدا اللي بيحطوها في التنكات وبيضروا المستخدمين. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وحط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد فكر تبقى عضو معانا عشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى اكتر على المنصة. وكمان نذكرك في فيديوهاتنا، ولو انت فضولي وعايز تعرف اكتر عن الكورسات اللي بنرشحها امسح الكيو ار كود اللي جنبك او ادخل على اللينك في وصف الفيديو عشان تلاقي فرص كتير تطور بيها مهاراتك.
انت هتعمل فرق كبير في مسيرتك المهنية. وانت عمرك فكرت في كل الأسباب دي قبل كده؟ ايه اكتر آلة تقيلة شغالة بالديزل شدت انتباهك؟ سيب تعليقك تحت هنا وشاركنا تجاربك، وشارك الفيديو ده مع أصحابك وأهلك. هنا جنبك في اختيارين لفيديوهات ممتعة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. ولو حابب تدعمنا دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. وده كان كل حاجة يا عشاق الهندسة. تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.